السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. يا جماعة معلش انا مكنتش هعمل السابليه. لكن ولادي قالوا يا ماما مش معقول يعني العيد يعدي وكده ما تعمليناش سابليه او حاجة. فجبت مقدارين كده، قلت اعملهم بسرعة وما بياخدش وقت. حطيت يا جماعة بيضة، وحطيت كوبايتين هحط يعني المقدار كله على بعضه كوبايتين دقيق، كوباية ونص سمنة، كوباية سكر واتنين بيضة وفانيليا. انا الاول حطيت السمن وحطيت كوباية سمنة وحطيت نص كوباية زبدة، وحطيت السكر كوباية سكر. وجماعة ضربتهم جامد جدا لحد ما بقوا عاملين زي الكريمة كده. وبعدين حطيت عليهم بيضتين وحطيت الفانيليا، وقعدت اضربهم جامد بردك لحد حطيت البيضه بيضه يعني علشان اضربها كويس لحد ما تختفي. بعدين كنت نخله الدقيق وحطيت كوبايتين دقيق على المقدار، يعني انا عامله مقدارين حط 4 كوبايات دقيق. 4 كوبايات دقيق وهلم العجينه. وطبعا الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق، يعني من نوع لنوع، فكده هبص فيه واشوفها العجينة كويسة معايا ولا لا. ممكن تحتاج حبة دقيق، ما تحتاجش، تحتاج اقلل كده. وهجيب كيس من بتوع التلاجة وهبطط عليه العجينة، نصه من فوق ونصه من تحت. وكده اعمله بالسريعة دي او المردنة او اي حاجة، واشوفه يعني كده مساوي. هعمل قطره حوالي نص سنتي يا جماعة. طبعا هو لازم يرتاح في التلاجة شوية بعد ما يتقطع. قطعيه بقى بالمتاح عندك اي حاجة، غطا برطمان، كوباية، اي حاجة. يعني انا ما جبتش القطاعات، يعني كسلت اجيب القطاعات. فقطعت باللي هي الغطا بتاع الشامبو ده، هو شكله جميل يعني، شكله بيضاوي كده وجميل. وقطعت بالكوباية، وجبت وخرمته بردك بلبيسة قلم، او ممكن تخرميه بلبيسة قلم او باي حاجة مدورة صغيرة كده. بص يا جماعة، انا معرفتش اشيله من غير ما احطه في التلاجة. حطيته قطعته كده وحطيته في التلاجة. هعمل كمان واحدة بردك عشان دي اخرمها وتبقى اتنين فوق بعض وكده. السابليه من البسكوتات الجميلة، ناعمة كده والله يا جماعة، احسن من البيتي فور. هو يعتبر قريب جدا من البيتي فور، يعني ممكن تقطعي العجينة دي وتعملها بيتي فور. انا ما بحطش عليه بودر يا جماعة. هقول لحضراتكم المقادير كمان مرة. حطيت كوباية ونص سمنة، عليها كوباية سكر، عليها بيضتين عليهم فانيليا. وضربت السمنة مع السمنة مع السكر كويس جدا لحد ما عمل كده زي الكريمة. وبعدين حطيت البيض بيضة لحد ما اختفت، كل بيضة تختفي كده. وبعدين اضفت عليهم الدقيق. المقدار ده اخد مني حوالي 4 كوبايات دقيق. احط الدقيق بعد الكوباية التالتة 3 كوبايات ونص واحطهم بحرص. دي يا جماعة انا دخلتها التلاجة. فيعني الاولانيين اتشالوا كده، فانا شلت دي بردك عمالة بردك بتتلخبط مني. فكانت عايزة تستنى بردك مدة اطول في التلاجة، يعني كانت بتطلع مني بصعوبة. فاحنا لازم نحطها شوية في التلاجة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، هي بتبقى حلوة بس عايزة الصبر. تحطيها في التلاجة، انا عملتها تاني وحطيتها في التلاجة. هعمل نوع كمان بالكوباية. كوباية صغيرة عندك كده، عايزة تعملي حجم كبير، بس انا شايفة الحجم ده مناسب. يعني لو عايزة تعملي حجم كبير تجيبي كوباية اكبر من دي. السابليه من البسكوتات الناعمة يا جماعة الجميلة. باكد يا جماعة ان انا مش بحط عليه بودر. او بص يا جماعة، دي غطا ازازة كان عندي صغير كده بردك. عملت الاخرام اللي في النص ديت بيه. المتاح عندك اشتغلي بيه، مش مثلا لازم قطاعة ومش قطاعة واشكال ومش اشكال، لا. المتاح عندك هي شكلها بيبقى جميل. دلوقتي حضراتكم لما تشوفوها وهي بتتزوج شكلها جميل جدا. انا طيبت يا جماعة على درجة حرارة 160 رفع. بياخد يا جماعة حوالي 10 دقايق 12 دقيقة كده لحد ما القعر من تحت يلون، يعني يدي لون ذهبي كده.
انا هزينه يا جماعة. انت تزيني بالمتاح مربى بس ممكن، وسكر بودرة فوقها كده فوق البسكوتاية، هيبقى شكله جميل. انا جبت اللي هي شوكولاتة بيضة وهعمل لها حمام مائي. انا حاطة مية تحت بتغلي، بس انا رافعة رافعة الكسرولة ديت بايدي علشان ما تلمس المية. اهي يا جماعة بسم الله ما شاء الله بتسيح يعني بسرعة، ما بتاخدش وقت. يعني لو عندك ميكرويف ممكن تحطها في الميكرويف، لكن انا جربت احطها مره في فرن البوتاجاز ما نفعتش معايا يعني. فهي بتسيح كده بسرعه وجميله، ما بتاخدش وقت يعني. وهحط عليها معلقه زيت، شويه صغيرين يعني، مش كتير يعني، معلقه زيت بسيطه كده. هتخليها يا جماعه مش هتتجمد منك بسرعه. عبال ما تخلصي شويه كده مش هتتجمد منك بسرعه، ومش هتحتاجي ترجعي للميه تاني. وتعمل الحاجات دي بتتعمل بسرعه يا جماعه، بسرعه جدا يعني. يعني مش تحطي الشوكولاته وتستني شويه، لا، تعملي الشوكولاته، تحضري شوكولاتاتك وحاجاتك وتقعدي تشتغلي بيها في ساعتها. اهي يا جماعه بسم الله ما شاء الله، يعني هي ما بتاخدش وقت. اهي كده بقت جميله، وانا احط عليها نقطتين الزيت وهي كده خلصت. وهعمل الشوكولاته الغامقه اللي هي السمرة ديت بنفس الطريقه. انت عايزه تجيبي شوكولاته باللبن عادي، دي شوكولاته دارك عاديه. يعني دي شوكولاته عادي يعني، من غير لبن من غير اي حاجه، دي شوكولاته عاديه. والشوكولاته السمرة بردك عاديه بردك. عندك بقى حبه فورماسيل، حبه مربى، حبه اللي انت عايزاه المتاح عندك. انا اكتر الاوقات والله كنت بعملها بمربى كده، واحط عليها سكر بودره من فوق. دي حط من غير سكر بودره. وهعمل هحطها كده في الشوكولاتة وهطلعها على كيس نايلون من بتاع التلاجة ده. شكلها في منتهى الجمال يا جماعة، بصوا والله في منتهى الجمال اهي. ويبقى طعمها حلو جدا، من البسكوتات الناعمة الجميلة. فيها قرشة كده بس، بسكوتات من البسكوتات الحلوة يعني. وخلي بقى الاولاد يساعدوكي وكده، يعني فرحيهم بالعيد ديت الصغيره اللي مكان القطعه كده الصغيره. فانا قلت ممكن اعمل بها شكل كده. عايزه تعملي نص ونص، هتعملي اتنين فوق بعض. زي ما انت عايزه يعني، تشكلي بالطريقه اللي تعجبك حاجتك، وانت تبدعي زي ما انت عايزه. المربى هي جميله بردك من الحاجات الحلوه. انا عملتها دي بمربى، حشيتها بمربى وحطيت من جوه فوقها يعني الشوكولاته الغامقه. احنا بنفضل الشوكولاته الغامقه عن البيضه يا جماعه، يعني احنا بنحبها عن البيضه. تعملي نص ونص، نص كده ونص كده، جميله. عملتها بردك بالسكر من فوقها وشكلها حلو بردك. يا جماعة كل سنة وحضراتكم طيبين. ودي آخر فيديو في نواعم العيد. إن شاء الله أنزل الترمس والفول وحمص الشام إن شاء الله يعني. كل سنة وحضراتكم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.